عشان كده مش اي الم في الودان بنتساهل معاه ونكتب له قطره وخلاص، ولكن لازم فحص لمنطقه الراس والرقبه. السلام عليكم. من كل 10 اشخاص بيشتكوا من الم شديد جدا في ودانهم، النسبه بتكون 5 اشخاص تقريبا عندهم مشكله في مكان غير ودانهم، ولكن الالم في المكان ده مسمع في الودان، ولكن اصل المشكله مش من الودان. الموضوع ده بنسميه ريفيرد اوتالجيا، او الم في مكان موجود في مكان بيسمع في مكان تاني، زي الم الذبحه الصدريه مثلا ممكن يسمع في الكتف الشمال. اوقات الم الزايده يسمع في مكان غير مكان الزايده. اوقات الم المراره بيسمع في مكان تاني غير مكان المراره. والموضوع ده مشهور جدا في الطب. ليه الموضوع ده بيحصل؟ الموضوع ده بيحصل لانه الاعصاب اللي بتغذي الاذن الخارجيه او صوان الاذن او الاذن الوسطى، الاعصاب دي كلها متشابكه في منطقه الراس والرقبه. يعني من الحاجات اللي ممكن تعمل الم شديد جدا في الودان لو في التهابات او خشونه او اي مشاكل في الفقرات العنقيه. لو في مشاكل في الاسنان الموضوع ده ممكن يسمع في الودان. لو في مشاكل في منطقه مفصل الفك الموضوع ده ممكن يسمع في الودان ويعمل الم شديد جدا في الودان. العيان بيجي بيصوت بيقول يا دكتور انا وداني وجعاني مش قادر انام منها. بعد الفحص ممكن نلاقي ان المشكله موجوده في الاسنان او في مفصل الفك او في غضروف الرقبه او في فقرات الرقبه، او حتى الموضوع ده بنشوفه كتير جدا بعد عمليات اللوز. الطفل بعد العمليه ممكن من اليوم الخامس لليوم السابع يشتكي من الم شديد جدا في ودانه. ليه الموضوع ده بيحصل؟ لان العصب اللي بيغذي منطقه اللوز او منطقه الحلق بيشارك في التغذيه العصبيه للاذن الوسطى، ودي حاجه متوقعه، وبننبه على الاهل ان دي حاجه طبيعيه ممكن الطفل يتعرض لها من اليوم الخامس للسابع بعد عمليه اللوز. وعشان كده لازم اي حد بيشتكي من الم في ودانه يتفحص كويس ويتبص عليه بالمنظار، ونفحص منطقه الراس والرقبه كلهم عشان نتاكد الالم ده مصدره فين بالظبط ونعرف نعالج المريض كويس. مش اي الم في الودان يا دكتور اكتب لي قطره وبعد كده احط القطره وتزود المشكله وما نبقاش علينا المشكله، بالعكس احنا اخذنا مسكنات. يعني في انواع من سرطان الحنجره، ربنا يعافينا واياكم يا رب، انواع من سرطان الحنجره في منطقه اللي هي منطقه فوق الاحبال الصوتيه بيكون من اول الاعراض اللي المريض بيشتكي منها يكون في الم في ودانه. نبص على ودان المريض نلاقي ودانه كويسه وما فيهاش اي مشكله. نسال المريض لو في اي حاجه ثانيه بيشتكي منها يقول ايوه يا دكتور نفسي مش كويس، او حاسس بصعوبه في البلع، او بقالي فتره في عدم ارتياح في المنطقه دي، او حاسس بجسم غريب في الحلق. نبص عليه بالمنظار على الاحبال الصوتيه، على منطقه الاحبال الصوتيه نلاقي ورم في الحنجره. عشان كده مش اي الم في الودان بنتساهل معاه ونكتب له قطره وخلاص، ولكن لازم فحص لمنطقه الراس والرقبه كلهم. السلام عليكم.